اولا احنا بنرحب بسياده المحافظ السيد اللواء طارق مهدي. محافظه اسكندريه استقبلته كان في يوم 13 من اغسطس العام الماضي. اولا بس في 16 الجمعه 16 اولا في بس نقطه محوريه جدا لازم توصل بين الاعلام وبين المسؤول التنفيذي للمحافظه. العلاقه بين المسؤول والاعلام كالعلاقه بين طرفي المقص، يبدو في ظاهرها ان كل طرف يسير في اتجاه معاكس، ولكن حقيقه الامر ان كلا منهما يؤدي دوره في مهمه مشتركه، ينطلقان من نقطتين متقابلتين ويلتقان في نقطه ارتكاز محوريه هي خدمه المواطن. فالاعلام هو مرآة المسؤول التي يرى فيها بصدق وأمانة الإنجازات والمشكلات على حد سواء، والإعلام هو لسان حال المواطن العادي رجل الشارع يطرح فيه آماله ويعيش أحلامه ويشرح معاناته. فأي تقدير للمسؤول من الإعلام هو في حقيقة الأمر شهادة تقدير من المواطن، وأي نقد للمسؤول هو صرخة ألم يطلقها رجل الشارع وينقلها الإعلام دون غرض أو هوى في نفسه إلا خدمة لهذا الوطن. فالإعلام والمسؤول شركاء في المسؤولية تجاه المواطن، ونحاول أن نؤدي دورنا بأمانة ولا نسعى أن نكون في خصومة مع أي مسؤول، بل نحن نسعى أن نمده بالحقائق لكي ينهض وليستمر في أداء عمله على أكمل وجه. والإعلام والأجهزة التنفيذية في المحافظة لابد أن تتعاون معا على قلب رجل واحد من أجل هذا البلد. وأي بلد؟ إنها مصر، إنها الإسكندرية عروس المتوسط. ألا تستحق أن تكون من أجمل مدن العالم؟ ألا تستحق أن يفاخر بها كما كنا نفاخر بها يوما ما؟ قبلة العلم والفن والثقافة ووسطية الدين السمح. لابد أن الإسكندرية تستحق وتستحق وتستحق. اسمحوا لي، الأهم على الإطلاق هو استعادة رونق الإسكندرية، وهنحاول في هذا اللقاء على قدر المستطاع ان احنا نلقي الضوء على جميع المشاكل وجميع المشروعات اللي انجزها سيادة المحافظ طبعا لقاعدة الأهم فالمهم. اللي عند حضراتكم أسئلة يقولها بعد ما سيادة المحافظ يعمل لنا البرزنتيشن ويكلمنا على المشروعات اللي اتكلفت يا فندم 16 مليار اللي افتتحت وتستكمل في 2014. تمام حضرتك. طبعا في حاجات كتيرة جدا. في اعمال تطوير بمدخل اسكندرية، في كوبري محرم بيه، في تطورات مشروع كوبري محرم بيه، في ايضا طريق المحمودية، في ملفات كتيرة جدا، المباني المخالفة، في الازالات، في الاشغالات، في الباعة الجائلين، في مشكلة الباعة الجائلين ورؤية سيادة المحافظ لهذه المشكلة الكبيرة جدا، والمشكلة اللي بتؤرقنا جميعا وهي القمامة. دي خليها في الاخر خالص عشان ايه ما ناخدش وقت بداية الندوة. سيادة المحافظ اتفضل حضرتك. انا باكد المعنى اللي انا قلته في الاول، وده عكس اللي قاله احمد في الاول. انا لا بتكلم على، انا بقول احنا وصلنا المعلومه ناقصه. انا قاعد عشان اقول هوصل لكم المعلومه كامله مش اكتر. يعني المعنى اللي حضرتك رحت ليه انا لا اعنيه خالص. انا قلت ان المعلومه وصلت لكم ناقصه، فانا هوصلها لكم كامله عشان تعرفوا. انا بستخدم تعبير مصر كسبت حرب 73 لما اشتغلت بالمواجهه. فلما نبقى بنشتغل في 30 كاتيجوري، في 30 ايتم، في 30 اتجاه، ونصنع العقل الجمعي في اتجاه واحد بالتاكيد، يبقى احنا فانا هشرح ال 30 اتجاه. اتفضل يا فندم. ده كوبري ابيس كان عطلان بقاله 5 سنين، فتم افتتاحه وانا اللي بفتتحه.
ده طريق الجرين بلازا اللي افتتحناه. في 270 طريق في اسكندريه تم رصفهم في خلال الفتره، 270 غير حوالي 466 قطاع. ومعايا الباشمهندس سيد عشان نتكلم حوالي 7 قنوات. ابو تلات ده حل ذكائي من شركه الصرف ومن ذكائي ان احنا شلنا الرصف. ده طريق 218 اللي هو موازي لطريق الموقف لخط مركز السكه الحديد. ده طريق مهم جدا. طريق المصغير والتعليق اللي بيتقال عليه لا ده ماشي في اجراءاته الروتينيه، انا اللي مسرع الفيلم. طريق ابو تلات ده واحد رصفه على حسابه، لان لو رصفناه بفلوس الدوله هنعمل فيه صرف بعد كده اللي هو 300 مليون، هنبقى احنا غلطانين. طريق المصغيوت منه عدى بس بسرعه اترصف اللي بيتعمل فيه شنايش مطر. ابيس العشره الطرق ما بقتش اسكندريه الحضريه، لا اسكندريه برضو اللي في الخلف طريق ابيس العشره. طريق المحموديه احنا على عطله لان احنا عايزين نركب كاميرات عشان الراب. ده ب 187 مليون. ده كوبري محرم بيه حضراتكم شفتوا امبارح دي الناحيه اللي احنا كنا طالعين فيها بنبص اللي هي بقت متخططه دلوقتي. هيبقى بقى لنا الناحيه العكسيه اللي هي الخروج من اسكندريه ان شاء الله، اللي يعني بحد اقصى 30/9 ده عشان انا مريح نفسي. ده نفق كيلومتر اللي حضراتكم شايفينه. ده كل اللي فات افتتاح، ده اول الحجر اساسي، لكن الباقي كله تنفيذ فعلي. دي خلاطه كنا محتاجينها عملها القطاع الخاص، وانا بتعامل مع بنفس الاتجاه لان احنا بنحتاج ارقام كده 4000 طن بازلت على الطريق الصحراوي لانتاج شركه المقاولين العرب 2200. فالخلاطه دي بتكمل وهي دلوقتي اللي بترصف عند منطقه ابيس اللي بيروح هناك. ده طريق البحريه، ده الطريق اللي هو كان ده اللي عند الشرطه العسكريه مش كده ولا ده؟ لا ده اللي في التفريعه من مصطفى كامل. ها ده طريق البحريه. ده طريق ابو الدرداء حضراتكم شفتوه اللي هو كان الترام مبوظ الدنيا. ده شكل الطريق. وده جاله استشاري وتاني وقفناه فتره وهو بيشتغل. ده طريق الشرطه العسكريه لو فاكرين ايام ما الميه كانت مغرقه، يعني لما جيت اسكندريه كان في مطلبين، سيدي بشر تشرب وشيلوا ميه الصرف ده، فده الميه. الطريق ده كان 6 متر، حاولوا تلحقوا تبصوا له، شوفوا ده بقى 18 متر واماكن 12 متر لان جزء منه اتردم. ده الحي اللاتيني 7 شوارع رصفهم الباشمهندس سيد اللي معايا في الصوره. ده المحور الاعمال الرصف اللي هي بتتم عليه مع الكهرباء دلوقتي بتستكمل خلاص، احنا دفعنا النص وهم دفعوا النص. دي في منطقه في الاول يعني كنت انا جاي ده في الاول كمان. الطريق الصحراوي كان مطلوب للرصف 3 سنين، انتهى في 8 اشهر. في 30/9 يبقى 4 رايح و4 جاي. إدارة لصالح المواطن على هذا الطريق على أعلى مستوى، بتستدعي مني التواجد مرتين الصبح وبالليل في هذا المكان عشان نأكد تشوينات بكرة وما أعرفش إيه. ده عينة من 270 طريق وإلا مش هنخلص. الصرف الصحي ده خدمة العملاء في شركة الصرف الصحي. و175 ده رقم هايل في الصرف الصحي، و137 ابتدوا يستخدموه لطوارئ الصحه.
ويمكن انا محتاج له نيوز بار 175 للصرف الصحي و137 بس ال 137 تبتدي شغالين كمان 20 يوم عشان نكون عملنا اللي هي خدمه الطوارئ. محطه جرين بلازا دي اللي بتلغي مشاكل الصرف في منطقه شارع النصر. مع اضافه دائما انا بقولها لاحظوا ده انا مش اسكندراني، ان انا بوصف اماكن على الارض مش اسكندراني يبقى بستهل. محطة رفع ابو قير دي بتشيل 14,000 متر مكعب في اليوم، الحالي 3.5 الحالي 3.5. في 3 شوارع بيوصلهم بهذه المحطة اللي هو يوسف يبقى يقول موقفهم ايه. القصة بدأ هنا من ايام الرئيس عادل منصور مثلا في سبيل المثال. ابيس العشر يعني مش يعني احنا بنتكلم على ابو قير، بنتكلم على ابيس، ما بنتكلمش. خدوا بالكم في ناس عايشه في كل الاماكن دي، عايشه في عزبه محسن وعايشه في ابيس وعايشه في العبريه وعايشه في كل الاماكن. محطه رفع ابيس العشر حاجه في منتهى الفخامه كمان، حتى الاداء راقي، يعني الشغل فني عالي. موالينا ده فرض علينا قهرا، ده اضطرينا نعمل مشروع ابتكاري زي الكيلو 21 موالينا، ده اضطرينا نعمل حل عشان نحل مشاكل الناس. محطة معالجة ال 21 ده شغلنا حوض واحد، لسه الحوض التاني ما شغلناهوش. الذهب العجبي لما هنوصل عندها بتكلم عليها. معالجه اللي هي عشان تطلع ميه نفسنا ان شاء الله يبقى العمليه في 15/9 نبقى عملنا فيه كده. شوفوا ده نفس النموذج ده في العمليه ان شاء الله في 15/9. هو المفروض اختباري 30/8 هيبتدوا يوصلوا ميه عاديه مش ميه صرف. هم الحقيقه طالبين 30/9 لكن احنا ضاغطين ان احنا نبقى 15/9. دي محطة معالجة أبيس، يعني كيلو 21 وأبيس، يعني أقصد أنت بتتكلمي على طول الإسكندرية وعرضها. احنا لغاية دلوقتي ما جبناش ناحية شارع كورنيش ولا شارع أبو قير خالص. احنا وصلنا في الافتتاحات ان احنا وقفناها، لان انا مثلا الافتتاح ده كان الساعه 11 بالليل، مش ملاحق. انا عندي في العجمي يجي 7-8 مشاريع مش عارف اوصل لهم. محطه معالجه ابيس 11، احنا كل الشغل بنتكلم هنا ايه؟ ابيس وابو قير والعمريه، كل ما فيش حد مهمش. العمل بالمواجهه لكل البشر. ده المشروع الالماني اللي هو بتاع العمريه، ده من اهم المشروعات. للاسف كان المفروض يخلص في 2009. الناس اللي بتشتكي في العمريه ما بتشتكيش، بتشتكي لانه ما خلصش في 2009. المشروع في غايه الضخامه. كان رقمه لما وثقناه من الارقام اللي احنا مغيراها امال امبارح هو كان ب 720، انما طلع ان زادت التكلفه بقت 810. هتلاقونا النهارده كاتبين 810 مليون. طبعا ده صوره قديمه خالص. هو دلوقتي بيعملوا حتى ايفن اللاند سكيب بتاعه. التعليم احنا في شهر 11 2013 عملنا محطه مدرسه بالطاقه الشمسيه، يعني بادئين قبل الدوله كلها. محطه الرمل او مدرسه الرمل، محمد علي الاثريه، وحتى محمد منير عمل لها اغنيه دعائيه ليه في شهر 1. في العجمي ده ابننا محمد درويش وفرافره.
ده المشروع ده هايل الحقيقه من وجهه نظري، لانه هيصنع فرص عمل للولاد بتوع التعليم الفني، فرص حقيقيه يخرجوا ويختفوهم. والحاجه الاساس ده اللوحات هيخلص في شهر 11، حتى الاساس في شهر 8 هيخلص في شهر 11. يعني مصانع تركيب فميزه اللي هي بتجمعي اصلها تجميع. ده انت بتعملي تقريبا لوحه الموتيل بس ده فلوس، تاخدي السلس وتحطيها جنب بعض في فريم الموتيل. فالولاد عملوا، لو اسكندريه ابتدات بيوتها تعمل كده يبقى الولاد دول اللي سوق ما حصلش. هايل المشروع هايل. لمبات الليد انا مش عارف فترته قد ايه، ده كان حجر اساس برضه. الاثنين مدارس فنيه. في مدرسه ورا عند الارض بتاعت الجامعه على طريق اسمه الملاحه، على طريق الملاحه في مكان تاني 42 فصل. احنا حاليا بيتبني في اسكندريه 46 مدرسه، 10 خلصوا هتلاقوا البيان التفصيلي، 19 جاري الشغل فيهم، 17 تحت الطرح. مصنع بالطاقه الشمسيه ده نفس الاجراء، مصنع نسيج قطاع خاص انما عمل نفس الفكره، فبنعظم نفس الاداء، يعني التعامل مع ما هو حكومي زي ما هو مع هو خاص طبعا. لان في الاخر هو بيشيل عليا. وهنبتدي ان شاء الله من كل اللوحات الاعلانات اللي في اسكندريه ملغي من الكهرباء، وهتبقى طاقه شمسيه في خلال شهر 9 اللي انا فيه ده. كليه التجاره، الصحه، واخدين نبذه طبعا بيبقى فتحوا فرع، بيفتحوا قسم، فتحوا علاج، فانت بتروحي تزوري الاماكن دي تباعا اللي هم عملوا فيها افتتاحات مختلفه. يعني في مثلا هتلاقي منطقه كلى، مش عارف عنايه مركزه، اشياء كده كثيره يعني. العمليه العام احنا ده كان حجر اساس، هفتتحه الاسبوع الاول في شهر 9، لان كان مباني مركبه كان ما فيهاش غير الاسانسير عشان الناس تطلع فيه، هو اللي بنى، الباقي بيركب وبيحط فيه 12 غسيل كلوي، 12 وحده غسيل كلوي. دي لو انتم فاكرين، وده الجسر عبد القادر خد 3 اشهر، الجسر اللي عند كيلو 40 خد معانا 3 ايام بامكانيات المحافظه، فالمحطه وقفت واضطرينا نعمل لها صيانه فده مختلف. محطه رفع الدخيله دي بقى اللي هي لتاثير الميه على العجمي بشكل عام. محطات الرفع ده انا شكرت فيه شركه الميه طول الوقت، لان الاجتهاد الذهني في اختيار اماكن محطات الرفع هو اللي عمل المتغير الرئيسي في الميه في اسكندريه، مش الميه الداخلي. فالدخيله كانت لصالح وبتلات 21 اللي كان لصالح منطقه العجمي، بالاضافه للسيوف زي ما هتشوفوا السيوف ومحمد كانت محتاجه رافع، زي ما انت بتحطي موتور فوق البتاع. وبعدين ابتدأنا ننظف البحيره، محطه رفع ابو يوسف. ده الثلاثه دول عجمي، ده الثلاثه بقى، جيهان ومحمد نجيب والسيوف دول لصالح في ميامي وسيدي باشا. لا خلصت خالص. محمد نجيب دي اوطى نقطه في ميامي، في خدمت اوطى نقطه، كانك عملتي رفع ميه ما المعدات الجديده خالص او ما شابه يعني، غير المدينه اللي هي جهان اعتقد اللي قدام الاسم. السيوف دي معمول فيها متغير رئيسي، يعني ما تقدريش تقولي محطه سيوف لانها كانت طرمبتين بقت 6 وتخزين. بس انت زودتي، ده هو كان عنده تخزين مثلا واحد، قام عامل واحد زيه، كان عنده طرمبتين خلاهم 6. فالموضوع باب العبيد دي دايما انا بعلق عليها التعليق ده، انها الناس دي كانت فرحانه جدا عشان حطينا ميه في مواسير، حط كيلو 58 رقم ميه في كيلو 58 خارج يعني بعد الصحراء وبعد موت الصحراء.
الافتتاحات دي، بالاضافه ان احنا برضه حريصين في الفيلم ان احنا نجري عشان الناس ما تزهقش مننا. جيب 460 مليون جنيه المحطه دي. بتدي 240,000 متر مكعب ميه على اليوم لاسكندريه. جزء من المتغيرات الرئيسيه. لأول مرة منذ فترة طويلة جدا، وبندي الفضل فيه لوزير الري. كلف 7 مليون جنيه اللي بيتعمل ده. وعلى الجانب الآخر احنا قايلين للدكتور هشام سعودي يعمل لنا كورنيش المحمودية وعالجة أمطار الشتاء. السنة اللي فاتت أنا اضطريت، لو خدتوا بالكم ده العربية اللي احنا ماشيين بيها هتلاقي عليها مطرة والشارع ما فيهوش مطرة. عشان أنا أول سؤال سئلته هتعمل ايه في الازدحام المروري؟ قلت له الازدحام المروري ايه؟ الطريق ماشي اهو بيجري. فانا صورت، تعمدت ان انا اصور اثناء المطره العربيات وهي بتجري رايحه جايه. وزي ما قلت لحضرتك ساعتها ما بديش الفضل فيها ليوسف لوحده، رغم ان انا الشتاء محسن جزء منه عبد المحسن امريكي. انما ساعتها كان في كل مره واحده اتسرق مننا كابل وماسوره في نفق المنظره فعتله. انما كلنا كنا في الشارع. لما الميل طلع اللي قدام المحروسه، اسمها المحروسه بتاع البحريه، محروسه، وقفنا كلنا شربنا الميه وفتحنا حل كامل هي وعند المكتبه ثاني يوم، لان طلعت الميول بتجيب الميه كلها هنا، فاصبح التناقش مش كافيه ففتحنا لها ماسوره بشكل اخر. لكن خدي بالك احنا ماشيين في كل الانفاق، يعني احنا اتعمدنا ناخد كل الانفاق بتاعت اسكندريه عشان نجاوب يعني. حد قال ده اللي قلعه غرقانه ميه، فرحت انا ويسري اهو هو اللي خد برضه. ده كان اللي هي بدايه منافذ. بقى لنا فتره طويله بنفتتح منافذ بفكره التعبير حتى اللي ابتدأ المصريين يستخدموه الاسعار التنافسيه وليس بالاسعار المخفضه. واحنا يوميا افتتحنا 4 اماكن، كانت من حي وسط وحاجه في شارع بورسعيد وحاجه في عند الشلالات وكان في حاجه في الانفوشي. فهي ال4 هتلاقوني بنفس اللبس خرجت من مكان لمكان. ده كان في سموحه اعتقد، ده اللي هو السلعه التموينيه اللي كان في سموحه، مركز شباب سموحه. ده هنا دخل مدير الزراعه عشان يفتح منافذ اخرى عنده ده بتاع القوات المسلحه، وفي اللي جنبه بتاع مديريه الزراعه. وبعدين يعني ابتدأ في حتى تنافسيه بين الاشخاص اللي هم بيقوموا بالمهمه، ما بقاش تموين، بقى الزراعه وبقى الشباب والرياضه كمان. طبعا القوات المسلحه انا اقصد، بس اقصد كاليات. مخابز بقى كتير قوي. انك تقلب المخبز الالي ده حل اصله مثالي، لانه بيخلي الرغيف يعني كبير جدا وما بيسرقش ونوعيته كويسه وما بيتعجنش لانه بيتهوى على السير يعني. لا وهو مش ما يعرفش يبوظه. كل ما منعتي تدخل البشري فيما نفعل كل ما انت كسبانه في اي حاجه. في اي حاجه. ده اعتقد في الجمرك لحمه ممتازه. صوامع القمح دول 90 طن صوامع، 90,000 طن اسف صوامع. ده المرحله الاولى 45,000 طن. تكلفه الاثنين 193 مليون اللي هو 90 يعني، فده نص المبلغ. المينا هتعمل صوامع يجي 600,000 طن. رغم ان اسكندريه مش بلد زراعيه بالمفهوم الواضح، لكن انتاجيه الفدان هنا 28 ارداب. احنا عندنا 22 مركز شباب او ملعب خماسي جاهز للافتتاح، هيوصلوا ل 38. انا اللي مش فاضي غير ال3 دول، لكن طبعا ال 22 تباعا هنعملهم. هنا مركز شباب الانفوشي برضو في منافذ اكل، ده لما علقت الشباب والرياضه.
حمام سباحه في نادي جاد بكره انا او يعني هشوف بس التوقيتات. المفروض ان انا عندي حاجه في الاولمبي وحاجه في سموحه وحاجه في سبورتنج. الاولمبي الصاله المغطاه، وسموحه مجمع حمامات السباحه. وكان افتتاح لاول مره موسم سباق الجاد دون مراهنات السنه دي. كان اول مره افتتاح ولسه الموسم شغال. مسائل التجميل الاسكندريه على الجدول زيها زي محطه الصرف، زيها زي اي حاجه دون مقابل. دون مقابل لا تحت الترابيزه ولا فوق الترابيزه. الناس تتحايل عليا عشان تعمل تجميل الاسكندريه لانها هي اضافه في السي في بتاعها محتاجاه. نفق خالد بن الوليد. طبعا نفق خالد بن الوليد حضراتكم حاضرين برضه لفتره طويله ما كانش شغال يعني. الاهتمام بالاتيليه، بالبنالي، بالشلالات، بالقلعه، وده اصل ثقافه الشاطبي. احنا السنه دي كل مسارح اسكندريه شغاله، وده متغير رئيسي. السنه اللي فاتت على ما شغلنا في كاسك يا وطن كنا يعني نعمل اكروبات. ده جوه القلعه، ده جوه القلعه، كان بديع. وكافه الاماكن، يعني الاماكن اللي بروحه لازم اروح مكان تاني، يعني اروح محمود سعيد، اروح سيدي جابر، اروح الابداع، عشان ما يبقاش يعني فكره تواجد في اماكن كتيره يعني، وبانشطه مختلفه وبنوعيه نشاط مختلفه. برضه عشان ما نبقاش، كان ريكومنديشن من سفيره السويد الحقيقه، يعني هي اللي اقترحت عليا وانا عملته عشان نبقى ادينا حقها. دي ساعه الظهور ما قالوا لي النافورات دي ما اشتغلتش بقى لها 15 سنه، الله اعلم يعني، لكن هم قالوا لي كده، قيل لي. فانا اقصد الاهتمام. معانا هنا في الصوره احمد ناصف ونبيل الشاذلي من الناس اللي بيفتتحوا، يعني اللي احنا كنا محتفين بيهم اثناء الافتتاح. هنا المشروعات بالايتم عشان يجمعوا 16 مليار. اللي عايز يعطلني عند رقم يعطلني، لكن انا هفر كده طبقا لاحساسي او تقديري انا الشخصي للاهتمام يعني. اللي بعده طرق والنقل. طرق والنقل جوه 2 مليار 622. ده توزيعتهم 9 270 266. صيانه الكورنيش، تطوير المزلقانات. اللي بعده منهم الصحراوي لوحده ما حدش متخيل الحته بتاعتنا 1.3 مليار، لان عليها نت وعليها نقل كهرباء ونقل بترول ونقل غاز، وعليها 3 كباري علويه و10 كباري سطحيه. فبالاضافه لانه اتقلب من 2 ل4، وبالاضافه ده لسه لو هنعمل حارتين الخدمه اللي متصدق عليهم هيطلع الرقم يتغير تماما. التخطيط كان 3 سنين، احنا ابتدأنا في 1/12، احنا النهارده في 30/9 هنبقى مخلصين كل ما هو رصف لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها. لو افترضنا ان 30 كيلو رايح و30 كيلو جاي يبقى 60 كيلو، منهم فوق ال 50 كيلو 52 كيلو 4 حارات. يبقى احنا بنكمل جزء قدام ابيس وجزء من كوبري المشاة بعد العمريه لغايه البوابه. هم دول الجزئين اللي احنا بنحارب فيهم. الجزء اللي قصاد ابيس اللي هو يعني اللي بعد البتروجيت ده، والجزء الثاني تقريبا هنا 3 كيلو اقل كمان، يبقى هنا 3 كيلو ناحيه البوابه و4 كيلو ناحيه ابيس. اللي بعده
تطوير وتعمير واناره اللي هو المحور اللي حضراتكم شفتوه اللي هو ال 34 كيلو، نصهم علينا ونصهم على هيئه الطرق. اللي بعده الكوبري ده 187 مليون، اسف طريق المحموديه 187 مليون زي ما مكتوب قدام حضراتكم، 11 كوبري 10 كيلومتر. انا هفتتحهم، اديني بقول 10 كيلومتر 9 كوبري. انا اللي بقول انا هفتتحهم 10 كيلومتر 9 كوبري. ليه؟ لان طول ما هو موجود بنردم وكل يوم بنشيل من عليه ردم، كل يوم بنردم وبنشيل من عليه ردم، فبقي لي كوبرين. فقلت لهم لا، هفتتح المرحله دي بانارتها بالكاميرات اللي عليها لصالح ان انا اشيل الردم وهو يكمل الكوبريين اللي باقيين. اللي بعده وادي القمر اجل نتيجه لان احنا كنا شغالين في كل الاماكن. 35 مليون مش من عندي، من الهيئه العامه للبترول. اجل لان انا كنت فاتح الصحراوي وفاتح المزغيو، فكان لو قفلت وادي القمر كانت الدنيا هتبوظ. حتى الطبقه السطحيه اللي اتحطت خفيفه دي من جيب مقاول، على اساس ان برضه لما نيجي نهد ما يبقاش اهدار مال عام. اللي بعده طريق الماكس ده خلاص حضراتكم اللي عايز يشوفه، امتداد شارع 218 وده كان سافانا والحرفيين واقفين عليه معطلين، وده موازي قدام الموقف من ناحيه سكه الحديد. محور مهم جدا مع محور محرم بيه، هيبقى تعدي يمين لو انا جاي من القاهره، يعدي اليمين المحموديه، تعدي شمال 218، او لو محرم بيه كله توقف 218 يديك مخرج الاسكندريه من داخل اسكندريه. مهم قوي. ومزغيو ده من حديد الدخيله، الفلوس دي من حديد الدخيله. اللي بعده البتروكيماويات دفعت الفلوس ده، لكن هيكملوا هيئه الطرق هتكمل ال 8 كيلو الباقيين، ودي طرحته اوريدي، لكن ده خلص. اللي انا ابو الدرداء خلص. اللي بعده كباري وانفاق، ده من فلوس المينا. باب 54 الدخيله هقف عنده شويه، لان الدخيله انا طالب ان احنا ما نعملش كوبري بس، لا نعدي في الملاحات اللي هي هتبقى شرق المحور، هتبقى اسف شمال المحور، وبعدين نعدي في الملاحات جنوب المحور ونوصل للصحراوي على طول. يعني ما يبقاش كوبري، لا ترمي كل العربيات. ده هيبقى متغير رئيسي، لان 60% انت بيطلع من المينا 10,000 عربيه في اليوم، فلما تشيلي منهم 60% عن طريق مننا الدخيله ترميهم على الصحراوي في حارتين الخدمه، عملت متغير رئيسي في المرور. دول بينتهوا في 2015، لان دول ابتدأوا متاخر خالص، يعني ابتدأوا في شهر 6 اللي فات ولا حاجه. ما كانش في خط واحد موجود يا فندم بالنسبه لربط المينا والطريق الساحلي؟ كان اعتقد في مشروع ما هو 27. لا ده الدخيله اصله يفرق خالص. لو وقفتي على الكوبري اللي انا مش عارف الكوبري اللي انا وقفت عليه وبصيتي المينا الدخيله ولقيتي قدامك الملاحات ارضي ولقيتي الملاحات وراكي، هتكتشف ان حل سهل جدا. انت ماشيه في وسط ملاحات وماشيه، والملاحات دي بتاعت المحافظه، فكمان يعني ما عندناش مشاكل في تنهي بقى المشكله بجد. لكن تخرجي العربيات وبعدين تمشيهم على المحور هيقفل المحور. كوبري الساعه كوبري 27 ده انا متفق معاهم على 30/10/2014. كوبري 27 30/10، وده برضو جزء من اللي بيخرج. ده الكوبري ده برضو مقفول بقاله 4-5 سنين، ده بال حضرتك. فشيلوا اللي تحت الكوبري عشان نعمله، فهم شلناه. طب احنا هنخلصه في 10، اتمنى انه هيعرفوا يخلصوا في 10. كوبري ابيس ده اللي احنا افتتحناه، اللي احنا اتكلمنا عليه. كوبري محرم بيه اللي حضراتكم شايفينه 1200 متر. الاهم من كوبري محرم بيه ان احنا لما جينا نقفله اضطرينا نعمل ايه؟ نفتح السطحي اللي تحت، فبقى فيه 3 سطحي، وهيبقى فيه 3 سطحي الناحيه الثانيه. فانت مش زودت حاره فوق بس. والناس النهارده كل يوم اللي بيكلموني امبارح وهم بيفتحوا بعد ما خططوا، انا كنت معاهم بالليل فلما خططوا الصبحيه ما في حد ما كلمنيش. يعني اللي بيخطط كلمني، المهندس بتاع اللي بيخطط، اللي بيعمل الكوبري كلمني، اثبت كلمني. يعني واصروا ان انا اروح اتفرج على الحاجه، ودخول العربيات سهل. اللي بعده دي الشوارع بالاحياء، على صفحه الطرق هتلاقوها بالشارع. يعني اللي شاكك في ال 270 وشاكك في التوزيع يخش على صفحه الباشمهندس السيد في الطرق هيلاقيها بالشارع. اللي بعده اعاده الشيء لاصله، يعني لما واحد يحفر بيه يحفر صار. احنا هيبقى عندنا متغير رئيسي في اعاده الشيء لاصله، بس احنا شغالين في خناقه مع شركات كتيره قوي ما تعودتش ان حد يتخانق معاها.
ما تعودتش، يعني هو تعودوا لو الشركات دي انا بهادن معاها كنت زماني بقيت بطل مصر كده بهذا الوضوح، لكن لما تهاجمها هيعرف ايه هو كمان يهاجم. احنا عندنا مبلغ 23 مليون جنيه في العمريه لوحده للرصف لإعادة الشيء لاصله، لان خلاص بنخلص المشروع، وتقريبا في الكينج 21 اللي متاح لينا 3.5 والخناقه على الفرق. صيانه الكورنيش لاول مره طبعا بتتم، حضرتك شفتوها دفعنا فيها المبلغ ده. اللي بعده بتتم، اقصد بعد الثوره طبعا، كانت بتتم قبل كده يعني. المزلقانات اللي بعده جراج محطه سيدي جابر ده شغال برخصه مؤقته من المحافظ وليس سلطتي، شغال برخصه مؤقته من المحافظ وكان موقوف وقفا تاما ولا زالت. ده هو شغال مؤقت، انا اديته مؤقت في مؤقت، انا مالياش غير 2 مؤقت. اللي بعده ارض كوتا هتطرح لاستثمار عالمي، فاحنا مستغلينها جراج مؤقت. دي كمل دي بره الفلوس اللي احنا قلناها، مشروعات طرق رئيسيه ومستقبليه، ده غير الفلوس اللي احنا قلناها. كمل. حاره الخدمه اللي هي الحارتين اللي انا قلت ان هنعملهم ودول متصدق عليهم، بس ما الشركه ما خدتش تكليف. اللي بعده النصريه برج العرب، اللي هو تطلعي من النصريه بعد ما تخشي بالباب تخشي على مطار برج العرب من الاول، ما تكملش معانا في الطريق. ايوه. اللي بعده البتروكيماويات قصاده الناحيه الثانيه، تخش بيه على البتروكيماويات يبقى شلتي. القوس بقى ده طرح عالمي، ده طرح بكراسه عالميه، قوس الشرقي من بوابه رسومه حتى كارفور. لا ده كارفور بتاع المنتزه، مش كارفور اللي هنا خلاص. تخش من ورا خالص. ده بقى متغير رئيسي، ده متغير رئيسي. ده كويس قوي. ده متغير رئيسي. ده عملت دايري القاهره بس قوس عشان ما عندناش بحر. صرف الصحي، الصرف الصحي عدد 22 مشروع صرف شغاله في اسكندريه دلوقتي، تكلفتهم 4 مليار 646 مليون جنيه. الفلوس دي انا مهتم ان انا اقول المشروع ده ابتدى امتى، لان الفلوس دي كانت موجوده، انا ما جبتهاش، انا فعلت تشغيلها، شغلت الناس بتوعي انهم يجمعوا البيانات ونكربج الناس. وانت مش بتكربجي اي ناس، بتكربجي ناس يستطيعوا انهم طول الوقت. ماشي. توسعه محطه المعالجه صرف صحي الشرقيه والمعالجه الثانويه، ده ابتدأ في 22/10/2008. اي مشروع صرف صحي 3 سنين، اي مشروع صرف صحي 3 سنين. احنا في 30/10 جايز نضغط بدري قبليها شويه، لان احنا اتفقنا معاهم في قعده مؤخره من قيمه يومين ان الاستاذ اليسري كان على انها ننهي في 1/10 المرحله الاولى. ده بيشتغل في 800,000 متر مكعب ميه ترميهم في بحيره مريوط، يبقى نظفتي سنويا اللي هي اعلى معالجه عندنا. هنبقى عملنا السنويه 400 في 1/10، يعني احنا من 30/10 لان ده كان الاتفاق الاساسي، وبعديهم 400 تانيين. ده بيحسن حاله البحيره. شوفوا المبلغ قد ايه، 1.5 مليار، ده ايام ما كان اليورو ب 8 جنيه يعني. نتكلم فيها. يبقى ده اول مشروع. اللي بعده العمريه غرقانه في الصرف لان 2006 ما خلصش في 2009، بينتهي في 15/9/2014. كم الضغوط اللي احنا عاملينها وكم الريسك اللي عامله المحافظ على نفسه انه عشان يضغط يوصل لهذا الكلام غير طبيعي. انا ما اعرفش، احنا كنا انت صورت قريب وهم ابتدأوا لاند سكيب وما شابه. المفروض 30/8 ان احنا بندخل ميه ترعه عشان نجرب المواسير شغاله. لا، كان فيها شويه مشاكل، فيها ميه، فيها مواسير بتعدي من تحت سكه الحديد، وفيها مواسير بتعدي جوه شركه العمريه. شركه العمريه دي دوله ومنعه. فيها منطقه بنعمل فيها محطه كهرباء وفيها خناقات مع بعض الناس هناك. فالثلاث 4 مشاكل دول اتحلوا. الفلوس انا ما طلبتش فلوس تقريبا في ال4 مليار 600 دول، ما طلبتش فلوس، يعني ممكن يبقى هنا 20 مليون هنا 15، يعني كلام في وسط المليارات دي ما يساويش يعني. ان شاء الله العمريه هتبقى متغير رئيسي معانا. العمريه فيها 12,500 وحده سكنيه، يعني عماره بتتوصل بغرف تفتيش. احنا جاهزين ب 9,200. ليه؟
لان ما نقدرش نوصل الباقيين غير لما المشروع هيبقى فيه شهرين بعد تشغيل المشروع لل 2000 الزياده. الاهم في العمريه ان احنا مضطرين دلوقتي موقفين 4 عربيات بتنزح في العمريه لانها ما خلصتش في 2009. ده سؤال عشان يبقى السؤال بنعرف نساله صح، لانك موقف العربيات لانها ما خلصتش، لو كانت خلصت لانك بتنقل من 400 مللي ل 2000 مللي العمريه هتوه مش العمريه بقى، العمريه وعبد القادر والنهضه والكينج، لان دي محطه برضو المعالجه بتاعه كينج مريوط 810 مليون. اللي بعده الكينج مريوط احنا هنا عملناها 15/10 اللي هو ارتباطا بالرقم بتاع العمريه بعديها 15/9 ادينا نفسنا شهر، لان الكينج مريوط هيدخل على محطه العمريه، لكن هو مشروع لوحده ب 400 مليون جنيه، وده اللي انا كنت بعلق على الرصف بتاعه ان احنا مطلوب له 21 مليون واحنا بنتكلم في 3.5 مليون. اللي بعده ده مشروع تاني في كينج مريوط، والحقيقه كانت يعني خلينا على الاعلام، لكن كانت الاجابه ليه وقف اجابه قميئه، يعني اصل فلان كان موجود في هناك ومشي، حاجه يعني ما تنفعش، ما في ناس تانية عايشه يعني. اللي بعده صرف صحي العجمي ومنطقه 6 اكتوبر وتطوير محطه العجمي، بدأ في 2006 من المشروعات التي لا استطيع ان اجزم فيها ان انا في 30/11 هتبقى العجمي كويسه رغم هذا المبلغ. يعني شوف الباقي الثاني انا بتكلم ازاي حاسم فيما اقول. اعتقد ان في اشياء في التصميم الابتدائي فيها مشاكل تحتاج طبقا لتقدير شركه الصرف 192 قول 200 مليون 102 خليني في ارقامنا الثابته 192 مليون جديده مشروع. لكن احنا بقى بنتخانق، قالوا لي اتمنى ده في 7/9 اللي جاي ده هنفتح حاجه اسمها BS4. اقلبي الصفحه، هنفتح BS4. هي طبعا امال حاطه سيفتي فاكتور تاخير، لكن هم متفقين معانا 7/9. قال لي كل المنطقه دي هتشال فيها الميه لما نفتح BS4، فده هيبقى اول متغير ناكد ان ايه، ان النجاحات ان اللي بيتقال ده يقدر ينفذ على الارض. لكن اعتقد انت محتفظ معايا بنفس الشكل ان احنا هنحل حل شامل. ها فصل صاد واحد، يعني شوف بقى دخلنا معاهم في تفاصيل صغيره جدا بتتكتب عند المحافظ عشان نوصل لايه، لان الحل يبقى موجود. انما هي محتاجه متهيألي يا ست اليسري مشروع ب 192 واحنا متفقين على هذا، وكتبنا جواب وطلعناه ل3 مشروعات هشاور عليهم، ده والسيوف كارثه. نسيت اقول في الكينج مريوط كان عطلان على ايه كمان بالاضافه للحته اللي قالوها دي، انهم قيل ان الSOS رفض الحفر، فقلت لهم روحوا هدوا الSOS لما انهي مشروع صرف والناس، فطلع ان الSOS مش رافض الحفر ولا حاجه، مديهم تصريح من 3 سنين ولا حاجه، حفروا بقى. وده الفرق بين قالوا لك وانك تنفذ على الارض، ده الفرق بين احنا بنعمل يا حضرات مش متابعه مش زيارات، احنا بنعمل متابعه اعمال عشان نجمعها، بذلنا مجهود غير طبيعي عشان نعرف نجمع الاعمال، نتابعها ونشرف ونذلل صعاب. الSOS فيها مشكله نخلصها، العمليه فيها مشكله نخلصها، العرب فيهم مشكله نخلصها، وهكذا. فهو طول الوقت الزياره مش بمفهوم ده راح زار وخفف، لا لا خالص وتقل يعني. اللي بعده ريف المنتزه، ده اللي هي الميه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها. لما قلت وانا بحلها كان ممكن اقف واقول ايه ده انا حليتها حل نهائي، قلت لكم ده انا حللها حل مؤقت، الحل النهائي قادم ساعتها. اللي بعده شوف المبالغ حتى كبيره، دي بقى حاجات في 2015. اللي بعده دي برضو بالحاجات الكوميدي، هي السيوف هي اللي كوميدي مش كده؟ سيوف كوميدي، سيوف من فيها 6 ترمبات، فلما جابوا ال6 ترمبات في اختلاف انها حلوه ولا وحشه. حلوه ولا وحشه دي بقى لها 3 سنين، فعاملين لها لجنه على اعلى مستوى عشان نشوف الترمبات دي. السيوف دي طبقا برضه اللي هو يسري مؤثره جدا، تعمل لها مصيبه، فلازم نحل مشكله هي الترومبه دي حلوه نركبها ولا الترومبه دي وحشه نجيب غيرها.
لكن انك تغيب 3 سنين في حلوه ولا وحشه ونقر في الاخر، لا نقر في الاخر بالمشكله، انت مش عارف المشكله ايه. خد بالك، اعتقد ان انا عندكم قلت هذا الكلام، انتوا حضراتكم كلكم بتوصفوا المشكله، بتوصفوا، اي حد في الدنيا يقدر يوصف المشكله، لكن مفيش حد يعرف يوصفها. ده اللي احنا بنعمله في المحافظه، اللي يوصفها، اللي يقول الناس بترمي زباله 9 الصبح و10 الصبح و11 الصبح، هو ده اللي وصف المشكله، مش وصفها. ده فرق، اللي عايز يحل يوصف مش يوصف. يوصف ده اي مواطن عادي يقدر يوصف. صرف صحي ابيس 8 و9 خلص، يعني ابيس كانت على راس اولوياتنا برضو. اللي بعده عزبة محسن على راس اولوياتنا، ناس برضو هناك عايشه وانتهت على ايه يا حضرات؟ لو اللي احنا عملناه ده اساء لارضكم، ده مني انا شخصي، يعني انا شخصي، هنكسر المواسير، انا اللي هكسرها، فسابونا نعمل، فلقوها ما بوظتش الدنيا فخلصت. بس يعني ما عملناش اكتر من كده. انا اللي بقول لكم لو هذا الكلام اساء لارضكم انا اللي هكسره، خلاص بقى. يعني هيصدق كلامك لغايه ما يشوف. فلا ما بيبوظش، لان في حد بيلعب في ودنه، ده متكرر، ده على المستوى الشخصي واحد يلعب في الودن، امال على مستوى الاعلام ده عقل جمعي بقى، مش كده؟ الفلكي احدى مشاكل فضل النص، بنسابق الزمن، نسابق الزمن في الفلكي عشان يخلص يعني. اللي بعده تصل طبعا مشكله، كل شويه بيتكلموا، بنبعت وبيروح المحافظ، بيروح الاخرين، لكن هي امبارح كانوا مكلميني وانا خليتهم يكلموك. ايه اخر موقف؟ ما هو هي لانها المشروع لازم يخلص. دي احنا اللي اشترينا معدات لمنظومه الصرف، الحقيقه اللي نصحنا بشراها اللي هو يسري، على اعتبار ان احنا هنديها له في الشركه، واحنا طبعا كالمعتاد بعناها وخدناها ودزعناها على الاحياء واستخدمناها في الاحياء، وهو شايف ان احنا كده اسأنا استخدامها، يعني عشان اريحك ما انت مش هتقول الكلام ده. ده الحديد بيتسرق في مصغيه كل 5 دقائق، فجاب اللي هو يسري GRB من الحديد الداخلي، دفعوا له الفلوس دي، واحنا اللي بيدفع لنا الفلوس بنقول على طول يعني، ما عشان يبقى خد حقه يعني. اللي بعده دي سمعنا قولين، احداهم اللي احنا مضى فيه بروتوكول ب 24 مليون جنيه لمعالجه جزء من ميه التنقيه الغربيه ونرميها في بحيره بريوت، وبعدين سمعنا حلول اخرى، وحتى كان تعليقك انت ساعتها نوقف المشروع ولا نعمل ايه؟ كويس. الحقيقه الحل ده يا فندم هو طلع انه احسن حل. ده يعني نكمل جون؟ خلاص نكمل. نكمل يا هدى؟ طيب ماشي اوكي. اللي بعده اوكي. اللي بعده هي الشغل. اللي بعده دي محطة المنشية اللي شفتونا في الصورة احنا والسيد رئيس مجلس الوزراء. اللي بعده دي موضوع مهم جدا، ده من الاشياء الهامة جدا في ميامي، تغيير المواسير من 100 ل1000 وجزء من المتغير الرئيسي بالاضاءة. يعني ما دعكناش الفلوس اتحلت، لا، الناس بتوع الميه وجدوا حل فني حقيقي، ده جزء منه. محطة الرفع ثم والخطوط. خدوا بالكم ان احنا عندنا مشكله مع محطات الرفع، الميه زادت، ابتدات مواسير اسكندريه كلها تضرب على الجانب الاخر، يعني بقت الميزه بقت ايه؟ بقت عيب. احنا لو تجديد 7 روافع اللي احنا عرضناها، بتشوفوا التكلفه رخيصه جدا، انما العائد منهم ايه؟ ممتاز. اللي بعده طبعا عمل الصيانه، ده كلام محترم. اللي بعده وحده ترشيح بنجر السكر، دي كانت بتاخد من محطه نوباريه فتديها مثلا 5000 دول، تديهم 25000 على ما يوصلوا هناك 5000، فانت عملت لها محطه لوحدها. اللي بعده انا متعمد اكتب الاماكن عشان نبقى عارفين ان احنا بنتكلم على اسكندريه بالعرض، مش اسكندريه كورنيش. اسماء يمكن حضراتكم ما تعرفوهاش، انا ما اعرفهاش بالتاكيد، واخد بالك. لكن اللي بعده مشروعات مستقبليه، ده مهم قوي، هذا المشروع مهم قوي، ينهي مشاكل الاسكندريه في الميه لسنوات طويله قوي. دراسات التصميم بتاعته خلصت، ربنا يسهل نقدر نجيب له تمويل.
ده حاجات مستقبليه مالهاش علاقه بالمبلغ اللي احنا قلناه في الاول. اللي بعده ده نفس الكلام. اللي بعده التعامل مع لو انتوا فاكرين البقعه اللي نزلت في اللي لا مش اللي نزلت هنا، اللي نزلت عند اسوان وتنينا نجري الدوله كلها تجري وراها كل يوم تصرخ. البقعه هنا اختفت. مش كده بس، نعمل معا ننجح معا. الصحه موجوده، البترول موجود، الري موجود، الميه موجوده، المحافظه موجوده. بيان واحد من مركز عمليات في المكان، بيان واحد. ما اديناش فرصه لاجتهادات ان حد يوصف حاجه مش موجوده. كلنا في المكان، لما واحد بيسالك بتقول له انا في المكان. فكل الناس كانت موجوده، فانتهت في 3 ايام ووقدت، رغم ان مثلا طلع مره، يعني انا طلعت مره لانهم قال لك ده محافظ اسكندريه بيقول هنقفل المحطه. عمري ما قلت كده. عمري اللي انا شايفها عند كوبري اسمه العايم في كفر الدوار، بعد كفر الدوار اولموست مش موجوده، اولموست يعني متفتته خلصت. البحيره لما قفلت قهرا لان جنبها وقع فبقت على المحطه، فالمساله منتهيه، واتحركوا بنفس الاسلوب. المحافظ خد الناس وراح. تدعيم الحق ده اللي جاله السيد وزير الري قريب. انا اهتميت ان انا احط المحافظه في الاول. ليه؟ احنا عشان نشتري ال 2110 عمود بالليد ده، يعني بدانا تقريبا في شهر 10 اللي فات، يا دوبك على ما جابوا لنا، فاحنا اشترينا 2110 عمود. دي دراسه علميه، الارقام المكتوبه دي دراسه علميه بذل فيها المكتب حوالي شهرين عشان يطلعوا الارقام. يعني دي الوحدات اللي هي بتقيس الحراره جوه المحطه، فنبطلها ولا ما نبطلهاش عشان نحافظ على يعني اوبتيمم تشغيل ليها. يعني الاسكان هو اللي غير الرقم، لان انا قلت لهم احسبوا ثمن الوحدات السكنيه. كنت انا ما بحسبهاش في حسبتي، لا هي ولا الملاعب الكوره. فقلت لهم لا، طب هنحسبها المره دي، اللي هي التكلفه اللي خلتني قلت 16 مليار. انا كنت بقول رقم دايما اقل من كده، كنت بقول رقم واقول مع الغاء الاسكان وهكذا، لكن رقم المساكن كملي. ده اسكان اجتماعي بتفصيلته هنقولها لحضراتكم. ال 20,000 دول اوريدي اللي اتبنوا، منهم 4000 في المحافظه، 4000 وحاجه المحافظه توزعهم، والباقي بتوزعه الوزاره. ده اللي حط حجر اساس مع الشيخ سلطان من فتره كده، وده شغال كويس قوي. الاوقاف اوريدي شغاله في 4000 و4000 ثانيه. ده كله بصرفه بميته بحاجته. اللي بعده الايجي كاب، اللي هي عشان دي هتبقى تتكلم عليها. قولي انا ولا على طول. يعني 168 وحده بغيت العنب بكرموز لنقل بلوك 4 بالضبجيه. اللي قبليها دي مأساة بقى. الشقق عندي مش عارف اوزعها الناس، دي موجوده من يوم ما جيت. كل شهر بنعمل سحب قرعه، بنوزع 10 12، دول موجودين. يعني لا هنجامل ولا فساد ولا اي حاجه خالص اهم بالتوزيعه دي. عشان الشروط، ما انا قلتش لا، هجاوب على السؤال بس انا بشرح لان شروط انه يبقى موظف بشكل واضح. 983 وحده بمنطقه توسن متفصيلتهم، 19 وحده اللي هم ال 1100. اللي بعدها انشاء ورفع كفاءه سكنيه للعشوائيات كمل. كوم الملح والهضبه الصينيه. اللي بعدها ده اللي هو المخابئ اللي في الاباري. ده يا دوبك لسه مخلصاهم نوال اليومين اللي فاتوا دول. ده برضو موضوع مهم. مع الهيئه العامه لتعاونيات البناء 1187 وحده. هنوقع على بروتوكول ناخدهم وهنأجرها، وهنعمل بطاقه اللي هي بطاقه مين الغلبان، يعني بطاقه تحدد مين الغلبان اللي ياخد الايه، لانها تبقى بالايجار. وده هناخدهم جاهزين مبنيين. لو انتم فاكرين المباني اللي انا لما السيد رئيس مجلس الوزراء كان هنا ووزير اسكان خدته ليها، وكان فيها ناس بتشرب مخدرات وحاجات كده، هي دي مباني جاهزه. نقدر ناخد منها 616 بيت لحظي. انما عايزين بقى نختار مش ابن خالد فلان وابن عمة فلان، طبقا لبطاقه واضحه بالترقيم. يعني اللي بعده ده توزيعتهم.
اللي هم ال 1187. اللي بعده ده بروتوكول مع المتحدة للإسكان، 8 عمارات سكنية بتقسيم السيوف. ده المنطقة الوسط مش الأولى بالرعاية، لا المتوسطي الداخلي يعني. اللي بعديه تعليم، اللي بعديها إنشاء وصيانة مع بعض، لكن اللي بعديها أهم. ده اللي بينشأ فعلا. ال10 اللي انا شاورت عليهم من المدارس تم الانتهاء من انشائها، 17 جاري الانشاء، 19 مدرسه جاري طرح عمليه الانشاء. حتى المدرسه الاخرانيه اللي انا حطيت لها حجر اساس ما اعتقدش انها دخلت في دول. ده المصانع اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي مصنع الليد ومصنع السولار بانلز. اللي بعده التعليم العالي شاطرين فعلا يعني. عندنا مستشفى المواساة ومستشفى سموحة جاي لهم دعم أوروبي 500 مليون و500 مليون. احنا عندنا مشكلة في المواساة ان جزء منها مبنى تراثي، جزء صغير، وانا طلبت عشان نبقى برضو خلصت القصة دي الدكتور سمير مرقص، هو ماسك التنسيق الحضاري عشان ما نبقاش جوه ملعب اسكندرية بس. كلمت محمد عضو اتفقنا، هيجي لي يوم الاحد الجاي. انا بعت له الورق النهارده ايه؟ بعت له امبارح، وهو جاي لي يوم الاحد الجاي عشان نروح المواساة، لانها في امكانيه دعمها ب 500 مليون من جهات خارجيه. دي المستشفيات اللي هي تم تاهيلها والاسماء ومتوزعه على المحافظه. اللي بعده وحدات الرعايه الصحيه. اللي بعده برضه باين انها قرى. بحيرة مريوط، لما محمد جالي اول ما جيت نقيب الصيادين قال لي انا عايز حفارين. انا جايبه كمان عشان يبقى انا طالب حفارين من الدوله. وارفع ايدك يا محمد النبي عشان يوصفوك. طلب مني حفارين، وطلب حاجات احنا طالبينها لسه ما اتنفذتش، اللي هي حاجات تتحول من كهرباء. فالحقيقه تم زي ما انا قلت كده امداد البحيره مريوط بعدد 10 حفارات برمائيه. ولما انا كنت معاهم قالوا لي ده ناويين ياخدوهم، فقلت لهم يعني المساله احنا لسه عندنا كتير. لكن محمد قال لي جمله الحقيقه عجبتني قوي. احنا في البحيره قال لي اول مره السمك ده يشوف ميه في اماكن، يعني في اماكن في البحيره. فكلمه اول مره استمتاع بقى راجل ابن كار بشغلته باحساسه بهذا السمك، وان الكميه بتزيد بشكل كويس. في عندنا مشاكل في التلوث طبعا في بحيره في 6000. ده اللي هو بيشتغل فيها في جزء من التنقيه، وجزء هنشتغله مع البترول، وجزء مع النظافه. انت عايز تسمع النظافه صحيح؟ ده اهتمامكم الوحيد. اهتمامكم. ده احنا طبعنا منه 2.5 مليون ورقه وكتبنا عليها ايه؟ نعمل معا ننجح معا. اهم بند فيها 2 مواعيد القاء القمامه من 9 مساء حتى 12 منتصف الليل. وزعنا الصناديق للناس عشان لما يطلع مش عشان يرمي في قدامه، ده استخدمها وسيله نقل للرمي. ده التوعيه هنا انك ما تستخدمهاش وسيله نقل. اغلاق الكيس بتاع اخراج الصندوق للصفيح. ببساطه وصل طموحنا ارمي من 9 ل 12 بالليل. افتح المايك يا محمد افتح المايك. لا مش هتكلم في الموضوع ده. هنكمل. انا مش معقول تبقى محافظ تتكلم في 16 مليار واحنا حدود ما انتوا شغالين القناه كلها، فخليها هنا، خلينا نتكلم في 16 مليار. هي دي النقطه الحساسه اللي ما حدش بيتكلم فيها. النقطه نرمي من 9 ل 12 بالليل، نعمل توعيه على ان احنا نعمل. لا انا مش هتكلم في الموضوع ده. لو ده الموضوع ممكن مصر كلها تتكلم فيه. لا 9 ل 12 دي خلت معظم المصابين بيخرجوا في الميعاد ده. حضرتك يا فندم مش هتكلم في الموضوع ده. مش هديله اسبق، مش هديله اسبقيه. القمامه من المنازل. ده الحل. واخدين بالكم؟ الحل كده القمامه من المنازل اللي استطيع يتكلم فيه من اصغر واحد في الشارع لغايه اخر واحد اسبقيه. مش معقول تبقى هي دي مستوى ثقافتنا كلها. سياده المحافظ، الحل جمع القمامه من المنازل، وده الحل بتاع المشكله. ده اشتريناه. اللي بعده انا جاهز. السلام عليكم. محمد الحفناوي. 2 سنين كتبت مقال عن الاسكندريه اسمه مولد سيدي ابو حريده يحتل شوارع الاسكندريه. المقال ده بيتكلم عن شيء كلنا بنعاني منه في اسكندريه. كل واحد يحتل الشارع، يحفر الشارع،
يزرع حديده في الشارع على جانبين الطريق. طبعا ده بيعمل ازمه كبيره جدا في اسكندريه من كل النواحي. اولا بيخلي المنظر سيء. سيادة المحافظ معايا؟ سامعك والله يا فندم. بيخلي المنظر سيء. تاني حاجه بيعمل ازمه في المرور. تالت حاجه ان الشارع بيبقى منظره بيعتبر ازاله للمياه العام. الحديده يا فندم مش كده؟ نعم الحديد في كل حته في اسكندريه. في حمله اتعملت بس حمله على استحياء. ده اتشالت جزئين ومشيت وسابت كل حاجه زي ما هي. دي لو في مستشفى وفي حاله خطره ممكن ما نلاقيش مكان اسمه الحديده مش كده؟ خلاص ده واحد. اتنين مزلقان غبريال ممكن يعمل كارثه. حفروه عشان يصلحوه والساب زي ما هو حفر، ممكن العربيه تقف والقطر يجي يعمل كارثه. المطبات الصناعيه العشوائيه لكل واحد في اسكندريه بيعمله بلا ضابط ولا رابط، مفيش حد من حاجه. غبريال لحد دلوقتي قائم انت بتعدي عليه انا عربيتي وقفت الساعه 2 بالليل. ده الكلام ده امبارح مثلا؟ ده من اول من اسبوع. عربيتي وقفت الساعه 2 بالليل، المزقان حفروه مخلين الحته بس هي اللي فيها الاسفلت. ممكن العربيه تقف، القطر جاي فعلا بس كان جاي على حظي الحلو من الناحيه الثانيه. مفيش مشكله. مزلقان في الترام القضبان كلها مطبطه. بعدين عليا فين سياده المحافظ الرصف دلوقتي بقى في موضه جميله جدا عند بتاع الرصف، يجي على الحفره يرصفها يخليها اعلى من الشارع، والشارع كله يفضل زي ما هو. الشارع ما فيهوش اي مشاكل، الشارع مكعبل، ما فيش حاجه اسمها اسفلت كامل. ما فيش شارع في اسكندريه بشوفه، معلش بعد اذن سيادتك، بشوفه كله مستفلت، بشوف جزء بس يبقعوه. طبعا اللي بيبقعوه بيبقى اعلى من الطريق. تالت حاجه بقى هتكلم فيها واخر حاجه، الزملاء طبعا عندهم حاجات كتير يتكلموا فيها. التوك توك اللي جميل جدا، كل شوارع اسكندريه فيها توك توك، حتى شارع ابو قير وعكس الاتجاه وفي نص الشارع وعلى جنب الشارع وبعرض الشارع، وما فيش حد بيتكلم عادي. اسكندريه بقت مرفع لهؤلاء العشوائيات. شكرا. طبعا كل واحد مننا قبل ما يبقى اعلامي هو مواطن عاشق لاسكندريه، صح؟ كلنا عايشين في اماكن مختلفه، كلنا لينا ثقافات مختلفه، كلنا لينا اصدقاء. اللي انا عايزه اقوله من العرض اللي احنا شفناه ده طبعا هو مجهود اتعمل في الدوله. احنا مصريين، المهم ان بلدنا لو اخدتوا بالكم من الارقام، انا عايزاكم بس تاخدوا بالكم من الارقام. في حاجات كانت 2006 احنا بنتكلم في زمن، في وقت، والحاجات دي تمت. احنا جايين هنا نقول ان احنا مهم ان احنا نحط خطتنا عشان نبني. محمد انا بشكرك على الحاجات، ولازم اي حد يتكلم على حاجه يحط اول حاجه ان هو اعلامي، وانتوا بتحقق لكم رساله مهمه جدا. رسالتكم ان احنا نتقدم لقدام، نبني، ما نهدمش. لو عندنا وجهه نظر او عندنا حاجه احنا بنقولها وبنوصلها، وانتوا اصحاب رساله، انتوا بتلعبوا في عقول ناس، تمام؟ انتوا فاهمين، انتوا في منتهى الخطوره. فخلينا النهارده نطلع من لقائنا ده لحاجه مهمه جدا، ان احنا يكون عندنا فيجن نشتغل عليه، ما نفسش شغلنا، وفي نفس الوقت احنا مواطنين سكندريين بنحب البلد دي، تمام؟ اذا خلينا يبقى عندنا هدف من هذا اللقاء. ما ننساش اول حاجه ان احنا اعلاميين، احنا اصحاب رساله، كل واحد فيكم بيأثر في كام ألف واحد. رقم 2 ان احنا مواطنين اسكندريه، كل واحد شايف حاجه، عارف حاجه. بشكركم، اتفضلوا يا دكتور. كان ليا لقاء سابق مع حضرتك من شهر 5 سجلنا فيه عن الاسكان، خاصه الاسكان الاولى بالرعايه اللي هي الاسره الاولى بالرعايه. حضرتك اللقاء ده انا ما رضيناش نذيعه انا ومدام نايله، وحضرتك قلت لي في خطوات ثانيه ان شاء الله مستقبليه هنعملها. وحضرتك من الواضح من العرض لما عرضت موضوع الاسكان ان في فعلا وحدات موجوده للاسر ديت. الاسر دي يا فندم بتجي لنا لغايه التلفزيون بالمشاكل بتاعتها. طيب حضرتك عايزين تتمنى حضرتك الموضوع ده وتوزع الوحدات الموجوده دي فعلا على الناس ديت. في ناس غلابه يا فندم وبيجوا لنا لحد باب التلفزيون ومحتاجين ان هم يسكنوا، وللاسف ما نقدرش نعمل معاهم حاجه. يا فندم اسر اولى بالرعايه، اللي احنا طالبينه من حضرتك زي ما قلت اللقاء اللي حضرتك هتعملها ديت، تاخد بياناتهم وتنزل لجان من عند حضرتك فعلا تشوف ان كانوا يستحقوا ولا لا، وهم اولى من اي حد. عايزه اكلم حضرتك في موضوع الطاقه الشمسيه. اولا بعرف نفسي هبه الملكي كبير مزين. حضرتك من اول المحافظين المهتمين بموضوع الطاقه الشمسيه من ايام الوادي الجديد، وانا كنت متابعه كل تصريحات حضرتك، والحقيقه توقعت بتولي مهام مسؤوليه محافظه اسكندريه ان هيكون على صدر اولوياتك هو مشروع الطاقه الشمسيه وتعميمه.
طبعا بنثني على الجهود اللي حضرتك بذلتها في هذا الموضوع، ولكن امامنا تطلعات كانت اكبر من كده. على الاقل كنا شفنا المصالح الحكوميه في اسكندريه كلها بيعمم فيها استخدام الطاقه الشمسيه، فاتمنى اعرف رؤيه حضرتك في هذا الموضوع. تاني حاجه احنا جمعيه الاعلاميين عندنا مشروع اسكان بننشئ مدينه سكنيه للاعلاميين على بعد 300 كيلو 300 متر من مزلقان المعموره، من مزلقان ابو قير، ارض تبع الاوقاف على شارع الملك حفني. احنا المشروع 950 وحده سكنيه، هنحط حجر الاساس خلال ايام. بنخصص 30% من المشروع لاسكان اقتصادي، واحنا بيساعدنا ان نقدمه للمحافظه ضمن منظومه الاسكان اللي حضرتك اتكلمت فيها. وبرضه يساعدنا ان حضرتك تضع معانا حجر الاساس لهذا المشروع، هتكون اضافه كبيره جدا لينا. شكرا. عبير فوزي، كبير مقدمي برامج. اهلا وسهلا. هي المساله اعتقد انها تخص كل الاعلاميين خاصه في قناه اسكندريه، وهي اننا بيبقى عندنا برامج مباشره على الهواء. بعض البرامج بتكون غير متخصصه، يعني في برامج قدميه زي الخط الساخن وغيرها من البرامج، لكن مثلا انا في برامج غير خدميه بلاقي ناس بيتصلوا بيا على الهواء، باعتبار ان قناه اسكندريه هي الجهه اللي هتقدر تحل مشكلتهم فورا مع محافظه الاسكندريه. فاللي بيحصل ان هم بيعرضوا مشاكلهم، انا كمذيع او كاسره برنامج بنعرض المشكله على الهواء وبنناشد المسؤولين سواء كانوا في المحافظه او في غيرها. لكن في الحقيقه ان انا على سبيل المثال ومن خلال تجربه شخصيه فاكثر من مره بلاقي هذا المواطن بيتصل بيا على برامجي الثانيه اللي انا بقدمها عشان بيقولوا بيتهمني باني كاعلاميه مقصره لاني ما حلتلوش مشكلته. فعايزين يكون في نوع من المتابعه بين محافظه اسكندريه وبين قناه اسكندريه. شكرا لحضرتك. اتفضل. هويدا شمس، مؤلف برامج. انا طبعا بحيي حضرتك ومبسوطه اني جيت وشفت الانجازات ديت، لان اعرف منها بس في حاجات كتيره ما كنتش اعرفها في مناطق، ودايما في حته من حضرتك انك بتفكر بره الصندوق. يعني موضوع سيدي جابر وجراج سيدي جابر كان بقاله سنين، وفي مشروعات كتيره قوي كان فعلا بقالها سنين مجهوله، اتصرف عليها ملايين وتحولت لخرابه، وطبعا ده كل اهدار للمال العام. هي في نقطه ان بعض المسؤولين مع حضرتك لما بنيجي نستعين بيهم كاعلاميين عشان يوضحوا بعض الاستفسارات من المواطنين ونتصل بيهم، يديني ميعاد اوكي انا موافق اتكلم، وبعد كده يقول لي انا اسف مش هتكلم، لغايه ما الجا لحضرتك واقول لك من فضلك فلان الفلاني. طيب نفسنا نكسر المنظومه. في مره كلمتيني قلت لي في حد عايز يطلع معاك، قلت لك لا. قلت لي حضرتك كلمني، كلمته وقال لي اوكي. على الاطلاق ما يستأذنش مني حد من المحافظه عشان يطلع معاك، ما يستأذنش. انا مش محتاج انه يستأذن، انا عايزه حضرتك انا محتاج بنفس العقل المفتوح ان حد كان شاف حاجه عشان يسألني في اللي انا قلته، مش جايبه اجنده. انا ما عنديش اجنده. انا ما عنديش اجنده. لا اي حد من عندنا في المحافظه ما يرجعليش بشكل واضح. هو معالي المحافظ في نقطه بس مهمه جدا، احنا كقناه محتاجين جدا من المكتب بتاع حضرتك يجيب لنا خط سير نبقى فاهمين ايه اللي هيحصل بكره. صعب اقول لك صعب ليه؟ انا معدلاتي في الحركه اسرع من ان اي حد يلحق. لما انا اكون الصبحيه بزور ابو العز الحريري، بعديها في محرم بيه، بعديها في الجرين بلازا عشان العلاجي، بعديها مع جنوب افريقيا، مع اسف على الصحراوي، وبعدين مع الراجل بتاع سفير جنوب افريقيا، وبعدين مع الفنان الروسي وبعدين مع فهي الفكره ببساطه ايه؟ ممكن نديك ايلمنت 2 لكن هي 13 بند امبارح بنتحرك فيهم المحافظه. هو المشكله ايه؟ احنا مش عايزين شكور ولا حاجه، هي الطوارئ. بكره اخاك لا بطل، انت مش رايح تزور، انت رايح عشان لما واحد مواطن بكره يتكسر ما يروحش المستشفى الخاصه يقول لي لا، احنا بنوثق المستشفى الخاصه ان انا هدفع الفلوس. فالمساله الناس اللي عملت جهد في محرم بيه مستنيه المحافظ يقول لها يا الله ينور. تمام. واخد بالك؟ الناس اللي بتشاور اللي بالليل شغلها في الصحراوي محتاجه المحافظ يراجع، محتاجه. طب معالي المحافظ معلش انا هستوضح هنا في الجزئيه، لكن انا هبعت لحضرتك خط عام. يعني غير الخط انا بيوصل لنا على الايميل يا احمد بعد ما بتم الحاجه. بس في نقطه، المشاريع اللي احنا سمعناها او شفناها او الشرح اللي احنا استوضحناه، هل هو كان واضح بالنسبه لنا يا جماعه؟
وانا بسالكم، مش كده ولا ايه؟ ليه مش واضح؟ انا كان واضح. لو هرجع للكلام اللي انا قلته في الاول هعيده تاني. انا بقول احنا كمحافظه مقصرين في توصيل المعلومه لكم، فانا بوصلها لكم انا شخصي عشان ابقى ضامن ان ايه ما حدش يقول ده ما عرفتش. بس انا قلت بدايه المؤتمر كده ان انا مش جاي اقول انجازات، وانا رافض حتى لو لاحظتوا كلمه انجازات مكتوبه اعمال. انا حريص جدا على انها كلمه اعمال، دي اعمال. اللي عملوهاش اللي قبلنا انا بخلصها، دي مهاره. بناسي دول امال انا بخلصها لوحدي؟ بناسي دول. في ديفو، مفيش حد من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. لكن لما نبقى احنا بنطرح ده، انا بطرح للاعلام. حضرتك خدته ما خدتوش انت حر. يعني قصد ايه؟ انا ما بفرضش على حد انه ياخد الكلام ده ويعلن ابدا. في برضه ما فيش مشاكل يعني. بس انا بقى خلصت ايه؟ لا انا بقى خلصت ضميري ان انا قلت يعني. استسمح حضرتك. لم ماشي. يا حسين كبير مذيعين في قناة اسكندرية. أنا كنت عايزة أعرف من حضرتك محطات المعالجة بتقدم الصرف فين، والمعالجة هل هي أولية ولا ثانوية؟ ثانوية. وبحيرة مريوط، هل إحنا لسه بنصرف داخل بحيرة مريوط بالرغم من المعالجة اللي بتحصل داخل البحيرة والحفارات وبنعمل إريشن للمية والكلام ده كله؟ عايزه استوضح النقطه دي. نقطه ثانيه بالنسبه لمدارس التعليم الفني بتستوعب قد ايه وهنخرج قد ايه خلال الخطه المستقبليه اللي جايه، وهل في امكانيه ان احنا ندي فرص لاكبر عدد، لان خلال المرحله اللي جايه احنا محتاجين العماله الفنيه جدا. شكرا. انا بستاذن حضرتك، دايما بنقول ان الوصول للقمه الاصعب منه الحفاظ عليها. ترعه المحموديه طبعا لقت قفزه وتطوير غير طبيعي. مفيش مره حضرتك تعدي من عليها الا وتلاقي المخلفات بتاعت الهدم والبنى موجوده هناك. اذا احنا هنفضل في نفس الدايره، كل ما نشيل هيجي واحد يحط. وعلى ما اظن ان شركات الامن القطاع الخاص دي يعني ما اظنيش ان هي هتبقى كفيله ان هي تحل المشكله دي. النقطة الثانية اللي هي شركات الايه؟ يعني لو احنا حاولنا نحل المشكلة دي ان احنا نوجد ناس من الامن اللي هو القطاع الخاص ده مش هيحل المشكلة بتاعته يعني. تاني نقطة البحيرة السمكية اللي هي موجودة عند القرية العاشرة في ابيس. حضرتك دي ولا رئيس حي وسط مع احترامي له عارف ايه حلها، ولا الثروة السمكية ولا بتاع الثروة السمكية بيحل. انت اللي هتجاوب السؤال ده. اللي عنده المطار. ايوه اوكي ماشي. وبعدين اخر حل اللي عايز يعمل مشكلة يروح يعمل محضر. والنهارده حضرتك لو تعدي هناك هتبص هتلاقي مثلا مش اقل من 10 فدادين اتردموا في ما عنديش اجابه، هو هيبقى يجاوب. السمك ده هيجاوب. الخطوط الساخنه مع المحافظ عندي 175 ده صرف صحي. دي مشكله يا راجل، مفيش هدوء. طب خش اضرب عليه والنبي. هقول لحضرتك على حاجه. طب ابعت حد يضرب عليه. لا من التليفون، لا من التليفون الارضي. 175 ال 125 بتاع الميه ما بيردش. لما انا ضامن 175 لما كان في وهضمن 137 بعد كده في الطوارئ، لكن الحقيقه الباقيين خلاص هم دول نطلبهم على طول في اي وقت بقى. ميه كهرباء اي حاجه. لا اصل الصرف لما حد بيطلبني انا طول النهار بطلب في الصرف، فبقول له بضرب، يقول له طب والله لا ضارب على النمره، فلما اضرب على النمره عاده بيقول هو حضرتك جت اشاعه في فتره ان الفتره اللي فاتت بحيره عند كفر الدوار بحيره المحموديه لما قالوا في 3 كيلو مازوت قالوا ان الميه هتقطع عن اسكندريه. بالجهود الذاتيه كده حاولنا 125 ما ردش، 122 ما ردش. خطوط الاستغاثه بتاعت القوات المسلحه للاسف 16107 و16108 ما فيش رد. دي مشكله في حد ذاتها. اشكرك. فيعني الخطوط الساخنه دي زي قلتها، مفيش فيها اي امل يعني. هو انت عارف الحقيقه، بس انا بس قبل ما ادافع بعد اذنك، انا قبل ما ادافع بس الحقيقه امبارح وانا قاعد في ال 137 بتاعه الصحه دي كان في ذهني ان خطر على بالي، يمكن انت دلوقتي عشان هتدخل في الاجابه هنا، ان احنا نعمل زي كول سنتر حكومي، كول سنتر حقيقي ما يبقاش متوزع. يعني يبقى كول سنتر مجمع زي جنب مركز العمليات في حاجه ميه وحاجه عشان يبقى ايه ايد واحده حكمه. امبارح جت في ذهني الحقيقه وهو بيتكلم عن 137 بسبب صعوبه المشكله، بسبب صعوبه ان الراجل على ما يوصل هيموت.
ما ده لحضرتك فعشان كده ده انا بقول لك يعني حتى ال 122 النجده والاستغاثه بتاعت القوات المسلحه طيب ماشي والتواصل مع المسؤول الشخصي اللي على الموبايل بتاعه ما بيروحش. حاضر حسين، دلوقتي في مشكله كبيره جدا اللي هي سائقي السيارات السيرفيز. حضرتك بعد ما عملتم التسعيره المتفق عليها، دلوقتي في مشاكل ما بينهم وما بين يعني طبعا الركاب، فبيركب يقول له بيقطع السكك على اساس ان هو ياخد، وبيحصل مشاكل كتيره جدا جدا، وبيجي لنا على التلفزيون وبنشوف بعينينا على الطرق الخناقات اللي بتحصل. حتى سواق التاكسي اللي هو الخاص برضه نفس المشكله، ما فيش طبعا عداد فبيقدر المسافه وبيركب معاه ناس ثانيه. بالنسبه منظومه العيش هي منظومه كويسه جدا بالبطاقه، بس في حاجه كده صعبه شويه يعني. طبعا احنا بنشوف مهانه الواحد عشان يجيب العيش. طب ما حضرتك ممكن في الاحياء نشغل عماله هم بيبقوا في كل حي ان هو يكيس العيش. حضرتك مثلا بنكيس العيش ونوزعه على البيوت بمقابل مثلا مبلغ مادي كل شهر من اللي هو طالب العيش. طلعت قناه المحموديه. الطريق ده طريق شديد الاهميه، لان انت ممكن يشيل لك عبء كبير جدا عن البحر وعن شارع ابو قير لكل اللي رايح من اول اسكندريه لاخرها. في تعديات غير عاديه على ترعه قناه المحموديه، خصوصا في المنطقه ما بين كوبري محرم بيه لحد كوبري كرموز، والمنطقه دي هي المنفذ اللي تطلع منه بعد كده على الماكس والدخيله والبيطاش والهانوفيل من جوه. فرجاء سعادتك يعني تشد شويه في موضوع التعديات اللي عندنا. أميرة مطر مخرجة من معلش للاسف ما كتبش الاسماء فهاخد الاسئله بدون اسماء يعني. المرور، وهقول لحضرتك على ابسط حاجه، الاشاره بتاعت شارع الاذاعه بعد الساعه 3 يا فندم ما بنلاقيش عسكري، بتبقى الدنيا كلها داخله على بعضها، منطقه في منتهى الخطوره. الشوارع يا فندم اللي اتعملت اتجاه واحد عشان يحل المشكله بتاعتها بقت اتجاهين تاني زي الاول، زي العيسوي مثلا. حضرتك بمنتهى البساطه بتلاقي ان في الطريق انا اليمين الاقي داخل عليا واحد في الشمال، مفيش عسكري مفيش ضابط مفيش حاجه خالص. سياده المحافظ اتفضل حضرتك. شكرا. الحديده هتبقى بالحديده مزلقان غبريال، هطلع حد يشوفه. اطلع يا سيد اطلع شوفه، لو محتاج اسفلت ما ياخدش منك يوم. التوك توك هنبلغ المرور يكثف يعني الحاجات اللي هي تخص المرور. انا هبقى واضح جدا المره دي، هلغي الدبلوماسيه، ما يخص المرور هبلغ بيه، ما يخص الامن هبلغ بيه كده على طول عشان تبقى الاجابه واضحه ليكم، عشان من ايه ما نبقاش بنعيد ونزيد يعني. مزلقان غبريال، لا انا ماشي معاهم الحديده، انا كاتب الحديده. مزلقان غبريال سيد لو كان في مطبه او حفره او بتاع ده يخلصوا امبارح، لا يخلصوا امبارح، وانا انا بقول على الهوا اهو يعني هيروحوا يشوفوا ويخلصوا، ده مش موضوع يعني. الحديده يا فندم انا مطلع قرار شخصي ان الحديده ب 200 جنيه، مش مطلع قرار شخصي بالحديده ب 200 جنيه وبس، انا مطلع ما هو اكثر جهدا. احنا طول الوقت بنعمل برين ستورمنج في اي موضوع من اللي انتم بتتكلموا فيه. المحافظ مش بيلف بس، لا ده كمل برين ستورمنج، وهحكي لكم في اي موضوع حضراتكم هتطرحوا. الحديده عاملين لها الاستاذه هاله رقم 2 في الشعبه الماليه عشان تسجل ان حضرتك بلغت على الحديده فسجلتها عندها في الماليه، فعشان تسحب الفلوس، لان بدون قرصه الودن بدون اخدان الفلوس ملهاش معنى. وحاطين في والضرائب العقاريه مدخلينها معانا لانها الجهه اللي تقدر تسحب فلوس. والقانون الاستاذ علي رقم 2 مع امينه عشان يرفع قضيه عشان 200 جنيه. الفكره ببساطه ان بين ان احنا مفترضين جدلا ان الراجل بتاع الحي لو قابل ان هو الراجل بيديله 10 جنيه عشان ما يعملش الحديده، احنا ادينا 25% من الفلوس دي للضرائب العقاريه اللي بتسحب الهوا اهو، يعني بديله 50 جنيه من ال 200 جنيه وبدي 10 للاخرين، يعني ما يساوي 60 جنيه للقانوني والمالي والحي الثلاثه مع بعض. هذا يستدعي، انا اشرت من قيمه شويه وطبقوها في كل الاشياء عشان ما اقعدش اكرر الجمله، ان يبقى في كمبيوتر، بمعنى رغم ان انا عليت الفلوس بحيث الراجل ما يقدرش يغمزه ب 50 جنيه، يعني لو كل يوم هيغمزه ب 50 جنيه يبقى الموضوع باظ. لازال فكره ان يبقى في كمبيوتر بيتنور فيه اخضر ان انا دفعت الفلوس، ان انا ما اتحولتش المحكمه، فكره حاكمه عندي في كل الافكار، في الاسكان، في الاحياء، في المخالفات، في الفساد. انت بتبص له من نقطه، الفساد بادئ من الراجل اللي واقف على الباب،
اللي بيدخل المكتب او ما بيدخلوش، كافه الاطراف نسبه الفساد فيها موجوده، احنا مش ملايكه كويس. فاحنا ما بنتكلمش على شريحه مش موجوده، من اصغر واحد لغايه اكبر واحد فينا كويس، وكويس ده بنسبه مش ملاك 70 80% مش، لكن في حد على الاطلاق. فاحنا رفعنا القيمه، يبقى باقي نعمل كلمه الكول سنتر اللي انا اشرت اليها برضو ال 137 عشان ابقى خلصت الجزء ده، تنطبق في كافه الاشياء اللي هو ايه، ده في حديده، ده في كذا، منين؟ من المواطن، لان هو ممكن يشيلها يوم وتاني يوم هيروح الشارع اللي بعده، الراجل يقول لك ما جاتش على ال 200 جنيه بتاعت الشهر ده واديني ايه حاجز المكان، تكرار المكان. يعني احنا لما انا ما اعرفش دلوقتي موقف وينجد، لكن عشان نشيل الست النباشه اللي جنب الرعايه الصحيه في وينجد، طلعنا 4 ايام ورا بعض ناس بتقبض على الناس تسلمهم في الحي وتاخد الدون اللي هي بتاعت الانتاج بتاعهم وتبيعه. فقالوا لي انها اختفت، الله اعلم بعد كام يوم هيرجع يقيم تاني في نفس المكان. فالحديده ليها السيستم اللي بقول لحضرتك عليه ده هيتصاعد امتى؟ لما انت تقدر تخش من التليفون بتاعك. وده هات لي الجزء اللي في نهايه العرض اللي كنا بنتكلم فيه على القمامه اللي هي المخالفات، الجزء في نهايه العرض بتاعك انت يا امال، اللي هي الاجراءات اللي بنعمله مع التنميه الاداريه اللي مدخلين ده فيه على برنامج كمبيوتر بيتعمل مع التنميه الاداريه. نيجي لاسكان اولى بالرعايه، الناس اللي بيجوا لكم التلفزيون، الاجابه هي على التلفزيون. لا يوجد اسكان اولى بالرعايه في اسكندريه منذ عام 95. اجاوب تاني، لا يوجد اسكان اولى بالرعايه في اسكندريه منذ عام 95. اديني بجاوب على التلفزيون مباشر. الموجود في اسكندريه وال 1180 شقه اللي احنا طرحناهم بنتكلم على اسكان شباب. اسكان شباب ده محتاج مفردات مرتب، وبالتالي مفردات مرتب، وانا طرحت ان ده عمليه صعبه جدا. بقى عندي السكن وعندي ناس محتاجه ومش عارف اديلهم الشقه. اولى بالرعايه هيتم اليومين الجايين دول، ربنا يكرمنا ونكمل لان بنقاتل عشان ننفذهم. اولى بالرعايه، لا ده انا هاخدهم جاهزين، ال 1187 شقه. اول حاجه لاني هشتريهم بمؤيدة ارض، هاخد ال 1187 وادي منهم مكانهم ارض، فدول جاهزين، منهم 616 مبنيين. التضامن الاجتماعي في اللحظه اللي انا بكلمكم ده بنعملها زي بطاقه تقييم كده، يعني الزوج مش موجود تاخد درجه، لا مش كمان ادبي، لا بالدرجات يعني ما عندهاش زوج تاخد كذا درجه. انا همضي يوم الاثنين. احنا القتال اللي شغال، احمد علي كان معايا الصبحيه، القتال اللي شغال اقول لكم لغينا عشان تعملي ده، نتكلم على بره الصندوق. لو انا نفذتها بالاجراءات العاديه، انا حسام رزق كان عندي، الدكتور حسام رزق كان عندي يوم السبت اللي فات، السبت اللي فات او الحد اللي فات، احنا المفروض هنمضي يوم الاثنين. لو مشيناها بالاجراءات العاديه، واحنا ولا ايه؟ وانا هتكلم ليه في ظهرك في وشك على طول؟ قالت لي نعمل لجنه تستلم الشقق، قلت لها لا، مسؤوليه وزاره الاسكان تسلم. وانا باخد منين؟ انا بس مش هقول التعبيرات الاخرى اللي قلتها في القعده. لا دول مغلين علينا، ده اللي انا مش هقول. لا طب ما هي وزاره الاسكان، يعني حتى لو انا اديتها حته زياده، قلت لهم يعني اديتها 10 متر زياده من هنا لهنا، من هنا لهنا، بس بقى بصياغات اخرى يعني غير عشان ما حدش ياخد عليها مستند. كويس. ايه تاني؟ كانت اللجنه وغلوا علينا وحاجه ثالثه، وامبارح او اول امبارح قعدوا معايا عشان يبعت لنا جواب بصيغه معينه. يعني خدي بالك المحافظ بيتابع، وانا هقول لكم ارض الاعلاميين برضو لانها ظهرت المعموره عندنا فيها مشكله كده مع الاوقاف. المحافظ بيتابع المنت اللي هو ايه ده. لا انا عايز بتاع الاداريه يا امال، اللي هو البرامج اللي مع التنميه الاداريه لصالح الاشغالات، واللي اعتقد انها في نهايه القمامه. فالمهم يعني عمالين نخلص المشاكل اللي تخلينا نمضي انا واخويا الدكتور حسام تعاونيات البناء برضه، عشان ما حدش يعرف الدكتور حسام ده 616 منهم مبنيين، والباقي هيتعمل له الباب والشباك اللي هم اتسرقوا في خلال المباني. الحقيقه كويسه وهوريها لكم دلوقتي عشان نوال هتبقى زعلانه جدا لو ما دي منظومه التواصل. معلش جزء من الاجابه السؤال اللي انا قلت لهم هاتوه. بص حضرتك على اقلب الصفحه.
احنا بنعمل لان في الاخر الشارع اللي مش نظيف والعمود النور والمضاء، خد بالك النماذج المشكلات، توفير آلية للتعاون الجميع من الحكومه وحكم محلي، يعني تبعت لي بالتليفون اللي انت عايزه. الكلام ده احنا شغال اللي هو خدمه لا ده احنا بنعمل حاجه ثانيه خالص، ده غير الموجوده، ده احنا بتعمل لها برامج دلوقتي في التنميه الاداريه. لا انا بحكي على حاجه خالص جديده خالص لسه ما خلصتش. انا بحكي وانا بكلمك دلوقتي في حد شغال في حاجه ثانيه. نماذج المشكلات ايه؟ قمامه في الشوارع، صناديق قمامه، الكهرباء منوره، معوقات على الطريق، مركبات معطله، مركبات تعيق الطريق، صناديق قمامه مش عارف، مخلفات مواد بناء، زجاج، حيوانات نافقه، كسور. كل المشكلات دي اقلب الصفحه. تعريف احنا محتاجين طبعا نعرف المبادره دي ايه، واخد بالك بيتعمل لها دلوقتي برامج اعلى من مستواها في وزاره التنميه الاداريه. وادي النماذج اللي هي الابتدائيه اللي كانوا بيعرضوها عليا لهذا الموضوع، ده اسمه المواطن، ده اللي بعده. ودي اللايرز اللي بتقول ان انا هنا ده مشكله القمامه، دي مشكله اعاقات الطريق. اللي كمل مميزات النظام انك هتاخد من طوب الارض. اللي بعده اللي هو ايمانا بايه؟ القصه مش هتنتهي غير لما نشيل البشر منها. ده كده من الاخر، ده كده دي اللي احنا بنعمله محاولات عشان ما اقولش ايه لا المواطن وحش ولا حلو. حضرتك انت بتبلغني في التليفون شارع كذا، ظهر عندنا على الكمبيوتر علم، ما اقدرش اعمل ايه؟ الغيه، ما اقدرش امسحه. يا خدت الفلوس يا وديته المحكمه، لكن ما حدش يقطع الورقه. ده الموضوع. في المبلغ المخالف الواحد بيقطع الورقه، في القمامه المخالفه واحد بيقطع الورقه. الواحد ده بقى مين؟ من اول زي ما انا قلت، من اول اللي واقف على الباب لغايه اي مستوى. معالي المحافظ احنا بنشكر حضرتك جدا، شكرا الف شكر، وان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله شهري. شكرا زملائي الاعزاء.